السلام عليكم ورحمة الله. سانتو يرد على استمراره في استبعاد العبود عن مباريات الاتحاد. كادش: صالحنا جماهير العميدة. موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الفيحاء. حمد الله يقود الاتحاد للفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة في كأس الملك. تطورات حالة فابينيو ومدة غيابه عن الاتحاد. موعد قرعة ربع نهائي كأس الملك بعد تأهل النصر والهلال والاتحاد. وقبل البدء هذا المقطع برعاية متجر أضواء، متجر متخصص في كل ما يخص قطع غيار السيارات وإكسسواراتها وتوفيرها بأفضل الأسعار، خصومات خيالية وأسعار لا تنافس وطرق دفع متعددة. رابط المتجر في أول تعليق. مرحبا بكم عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد يخص العميد. والآن نترككم مع الأخبار. رد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي على استمرار استبعاد عبد الرحمن العبود جناح الفريق منذ بداية الموسم حتى الآن. وقال سانتو خلال المؤتمر الصحفي: أنا في نهاية الموسم كنت واضحا مع النادي عن اللاعبين الذين لست بحاجتهم، وكانوا اللاعبين بعلم بذلك. وتابع سانتو: أنا دائما أحمي اللاعبين ولن أشكل مشكلة داخل نادي الاتحاد، ولا أريد أن أتحدث في أمور خاصة داخل النادي، ولست مخول بالحديث بها، وإن أراد مسيري النادي أن أتحدث سأتحدث. وواصل: أنهي هذا المؤتمر بقولي أني لن أشكل يوم مشكلة داخل نادي الاتحاد، نحن هنا من أجل العمل وحققنا بطولات في الموسم الماضي. واختتم تصريحاته قائلا: نحاول أن نبذل أفضل ما في وسعنا، وتركيزي منصب نحو الفريق فقط، ولو أطلق الجمهور صافرات الاستهجان في أي وقت هذا أمر لا أهتم به. وانتصر فريق الاتحاد على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب استاد الملك فهد الدولي. ومن جانب آخر، أبدى مدافع الاتحاد حسن كادش سعادته بتأهل فريقه لربع نهائي أغلى الكؤوس كأس الملك على حساب نظيره الفيحاء في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء. واعتبر حسن كادش أن الاتحاد قدم مردودا في هذه المباراة وترجم مجهوده الكبير بفوز مستحق. واعترف كادش أيضا أن الفيحاء كان ندا قويا طيلة شوطي اللعب. وقال مدافع العميد: صالحنا جماهيرنا بهذا الأداء والنتيجة، لم نكن على قدر الطموحات في المباريات الماضية، ولكننا بهذه النتيجة كنا على قدر الطموحات في هذه البطولة الغالية، ونعد بالأفضل في الاستحقاقات المقبلة. وأضاف كادش: الفوز تحقق نتيجة لعامل التركيز في المباراة، وهذا ما انعكس إيجابا على المستوى العام للمجموعة، والفريق يعمل وفق منظومة متكاملة بين الدفاع والهجوم. وفي ذات السياق، حقق فريق نادي الاتحاد فوزا غاليا على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب استاد الملك فهد الدولي. هذا وقد سجل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 5 من زمن المباراة بعد تمريرة من البرازيلي رومارينيو، حيث انفرد بحارس الفيحاء وسددها في الشباك. ثم أضاف حمد الله هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، وذلك بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيما على حدود منطقة الجزاء، ثم قطع الكرة من مدافع الفيحاء وسجل الهدف. هذا وأحرز الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 93 من زمن اللقاء بعدما راوغ مدافعي الفيحاء على حدود منطقة الجزاء ثم سددها في الشباك. ولقد شهد الشوط الأول سيطرة تامة واستحواذ من جانب الاتحاد، لكن كانت هناك خطورة أيضا من جانب الفيحاء على المعيوف عن طريق الهجمات المرتدة. وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الاتحاد بحثا عن الهدف الثاني للقضاء على فرصة الفيحاء الذي ظل يبحث عن التعادل، حتى قتل حمد الله اللقاء بهدفه الثاني. وبهذه النتيجة يصبح فريق الاتحاد سادس المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهلال والتعاون والفيصلي والخليج والشباب، بينما يودع الفيحاء البطولة. ومن جانب آخر، كشفت تقارير صحفية أمس الثلاثاء عن مدة غياب البرازيلي فابينيو محترف فريق الاتحاد عن المشاركة مع العميد على خلفية إصابته الأخيرة. ووفقا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن البرازيلي فابينيو لاعب فريق الاتحاد عمق أزمة غيابات العميد بعد أن تأكد غيابه عن المباريات الثلاث المقبلة. وأوضحت الصحيفة السعودية تأكد غياب فابينيو عن مباراة قمة الجولة 12 من دوري روشن أمام الشباب الجمعة المقبل، إضافة إلى المواجهة الآسيوية أمام القوة الجوية العراقي الاثنين المقبل.
هذا ولقد تعرض فابينيو لإصابة في وتر القدم خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق الاتحاد خلال الفترة الماضية، ويخضع على إثرها إلى برنامج علاجي ولياقي مكثف تفاديا للتدخل الجراحي. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن الجهاز الطبي لفريق نادي الاتحاد رفض منح المحترف البرازيلي الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة في وقت يستجيب فيه للعلاج بشكل ملحوظ. هذا ولقد غاب فابينيو عن المشاركة مع فريق الاتحاد في آخر 4 مباريات أمام التعاون والحزم دوريا والقوة الجوية آسيويا والفيحاء في كأس الملك. ومن ناحية أخرى يتساءل عشاق وجماهير العميد عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي القادمة، وذلك بعد الفوز على الفيحاء في بطولة كأس الملك، حيث انتصر فريق نادي الاتحاد على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب استاد الملك فهد الدولي. هذا ولقد أصبح فريق الاتحاد سادس المتأهلين إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الهلال والتعاون والفيصلي والخليج والشباب، بينما يودع الفيحاء البطولة. ويأتي موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد فريق الشباب ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي على ملعب الملك فهد الدولي. ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ضد الاتحاد يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ومن الجدير ذكره أن فريق الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز 11 برصيد 12 نقطة. وفي سياق منفصل من المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي كأس الملك الخميس المقبل بتواجد كل من الهلال والنصر والشباب والاتحاد وأبها والفيصلي والتعاون والخليج، حيث عبر نادي الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالتفوق على الحزم بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة هزم الفيصلي نظيره النجمة، وكذلك الاتحاد تغلب على الفيحاء، بينما أطاح الخليج بضمك في ثمن نهائي كأس الملك بركلات الترجيح ب6-5 عقب التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي. أما النصر تجاوز عقبة الاتفاق بصعوبة بالغة بهدف سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 7 بعد 100 في الشوط الإضافي الثاني. ولقد تغلب نادي الشباب على نظيره الفتح ب2-0 والتعاون على الوحدة بثنائية نظيفة من أجل حجز مقعديهما في ربع نهائي كأس الملك. وفي الختام لا تنسوا زيارة متجر أضواء من خلال رابط المتجر في أول تعليق. شكرا على المتابعة.